شايفين يا جماعة حل المشكلة اللي معانا النهاردة دي العدسة بتاعة الريسيفر وجايبة كلها اصفار. تمام. بتيجي طبعا تقلب على القنوات، مش هتقلب معاك ولا هتستجيب لأي حاجة غير لو دخلت على زرار المنيو. تمام. لو هنروح للشاشة كده يا أصدقائي، بصوا هنلاقي كلمة لا توجد أي قناة. طيب الحل يا جماعة بسيط جدا، هنشوفه مع بعض دلوقتي لو حصل معاك الموضوع ده. نخش في الشرح على طول ونصلي على النبي والله بينا على الشرح. اول حاجه هنعملها مع بعض يا اصدقائي، هنمسك الريموت بتاعنا وندوس على زرار المنيو. بتفتح معانا القائمه اللي واضحه دلوقتي. ممكن تكون القائمه مختلفه عندك، ما فيهاش اي مشكله. بنختار كلمه ايه التركيب. من كلمه التركيب يا اصدقائي بتظهر معانا قائمه تاني، بنخش على حاجه اسمها ضبط الهوائي. وهنا فتحت معانا القائمه دي. تمام. طيب اول حاجه عندنا قمر صناعي، بندوس اوكي يا جماعه. لو احنا عندنا اكتر من قمر، بنتاكد ان احنا واقفين اول حاجه على قمر النيل سات زي كده. وعندنا هنا ال ان بي او النوع ال ان بي. لو دوسنا اوكي هتظهر معانا ثلاث اختيارات اللي واضحه قدامنا. بنختار يا جماعه فرقه كيو. تمام اهي، كيو باند. بعد كده ثالث اختيار اللي هو ال ان بي بنخليه يا جماعه 97 50 على 10 600. هندوس في النص كده في اختيارات كتير. تمام. لو اخترنا اي حاجه تاني غير دي هنلاقي في قنوات هتنزل وقنوات مقفله والكلام ده، فنختار الاختيار ده. هنا المرسل يا اصدقائي دي الترددات. تمام. هنلاقي زي ما شايفين هنا في خطين بتاعت الاشاره. ممكن انت تكون واقف على تردد مش شغال. تمام. يعني لو دوسنا على اي تردد كده هنلاقي في ترددات مش شغاله اهو. بصوا يا جماعه الاشاره اختفت، معناها ان التردد ده مش شغال. فنتاكد من اي تردد كده. تمام اهو يكون شغال، هنلاقيه جاب معانا اشاره. هنا دي بنخليها اوتوماتيك زي ما هي عادي، هي كده كده معموله لوحدها. هنا ده الدايزك يا اصدقائي، لو احنا مركبين اكتر من قمر بنختار الدايزك بتاعنا. تمام اهو. وليكن انا مركب مثلا العرب سات على رقم دي، بختار اللي انا عايزه. مش مركب اي حاجه. تمام. بنيجي عند نمط الدايزك دي. تمام. ونخليها لا. لو احنا مش مركبين غير ان هي سات بس، بعد ما عملنا كل الاعدادات دي بندوس يا جماعه اكزيت. بنحفظ كل اللي احنا عملناه. بعد كده يا اصدقائي بننزل عند قائمه الاقمار الصناعيه ونضغط اوكي. هنا عندنا قمر النيل سات اهو واضح قدامنا. طبعا انا مركب اكتر من قمر، فانا بختار النيل سات، نعلم عليه كده. وبعد كده بنيجي عند كلمه بحث باللون الازرق. تمام. هنا هتفتح معانا القائمه دي. عندنا الاسنان بنخليها زي ما هي. وغلق الشبكه دي يا جماعه بنخليها فتح، لازم نخليها فتح يا جماعه لما نيجي نعمل بحث. ونوع القناه هنا بنخليها الجميع. وهنا في حاجه اسمها البحث الاوتوماتيك والاعمى. والاوتوماتيك هي اتنين. بنخليها يا جماعه البحث الاوتوماتيكي. تمام. ونضغط اوكي. تمام. هنلاقي القنوات كلها يا جماعه هتنزل تاني، لكن هتنزل مش مترتبه. تمام. وانا شرحت قبل كده على القناه طريقه الترتيب والنقل والحذف في كل انواع الريسيفرات بما فيهم الريسيفر اللي قدامنا دلوقتي ده. كل الموضوع يا جماعه ان حد مسح القنوات من على الريسيفر. تمام. ده كان حل المشكله بسيط اهو. هتسيب الريسيفر لحد ما يوصل ل 100%. تمام اهو وصل ل 2%. وهنلاقيه هينزل لك كل القنوات الجديده والحديثه. وبعد كده انت بتعمل حفظ وترتبهم. تمام. هستنى معاكم لحد الريسيفر ما يخلص وارجع لكم تاني. وزي ما شايفين طبعا يا اصدقائي الريسيفر بعد ما خلص بحث تمام نزل معانا 1020 قناه. لازم يكون عندك ريسيفر اتش دي علشان تقدر تنزل جميع القنوات اللي واضحه قدامنا دلوقتي. تمام. بندوس طبعا نعم علشان نحفظ كل القنوات، وبعد كده يا جماعه بنرتب القنوات ونحذف منهم ولا نعمل اللي احنا عايزينه. تمام اهو. هنلاقي يا جماعه طبعا جميع القنوات كلها نزلت، وهتلاقي في البحث كمان قنوات جديده نزلت. ده كان حل الموضوع. لو عجبك الفيديو اللايك بتاعك الجميل. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.